عشان هو ضلمه، وكان في باب مشرحه بتاع مستشفى من الناحيه دي، بتبص ما لقيناش باب المستشفى. بتهرج. اقسم لك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان بيلعب مع زمايله بالعجل ويلفوا حوالين البيت في كل الشوارع اللي جنبيهم ما عدا شارع واحد، وكان بيسموه شارع الوحوش. الشارع ده كانت الناس ما تمشيش فيه لأنه بيبقى ضلمة وفيه أشجار كتيرة، وكان فيه كمان بوابة للمشرحة مقفولة صحيح، بس برضه البوابة موجودة، فكان ناس كتيرة ما تعديش من الشارع ده، وكان هو من الناس دي لغاية ما كبر. وبعد ما كبر قال لك أرجع تاني المنطقة اللي أنا كنت فيها وأشوف الشارع اللي أنا كنت بخاف منه، هو صحيح بيرعب ولا إيه اللي بيجرى؟ وفعلا نزل في ليلة ومشي في الشارع اللي كان خايف منه هو زمان، ويبص حواليه عشان يعرف إيه اللي كان بيخوفه وليه حق يخاف ولا ما يخافش. وهو ماشي بص لقى مع الهدوء كتير قوي اللي لازال مستمر، لقى صوت بيقرب منه. هو ما خدش ودة مع نفسه وقال حد جاي، وقرب عادي، بس لما بيتضير ورا ما بيلاقيش حد. وبعدين لقى الصوت بدأ يقرب منه، بدأ يفسر الصوت، طلع صوت أقدام بتقرب منه. يبص وراه ما يلاقيش حد، بدأ يخاف وبدأ يقلق رغم إن هو شاب وأكبر من الأول، بس برضه ما كان. لازم بحكي لك، كل ما بمشي اسمع صوت. اشعرتني يا لا امير. ده انت لسه شفتك، وفجاه لقيت رجلي بتجري ورايا، انا مش عارف دي. كل ما ابص ورايا ما بلاقيش حاجه. اقسم لك بالله زي ما بحكي لك، كل ما بمشي اسمع صوت. كان فاضي وما فيهوش حد. وهنا قرر يعمل حاجة عشان يعرف مين اللي هو بيتابعه يجري وراه، أو مين اللي ماشي وراه وليه بيستخبى منه. قام بصص على مراية من مرايات العربية عشان يبص فيها ويشوف مين اللي ماشي وراه، اللي بيمشي وراه بخطوات بسيطة، ولما بيبص عليه بيختفي. واللي حصل إن هو بمجرد ما بص على المراية بتاعة العربية، بص لقى كيان كده شكل بني آدم، شكل حد ماسك زي طوبة أو مطرقة أو حاجة كده زي شومة، وبيقرب ناحية أمير كرارة، بيقرب منه خطوة خطوة. ولما لقاه بيشوفه في المراية قام جري عليه مرة واحدة وقام خبطه في دماغه خبطة جامدة أثرها لسه موجودة لغاية النهاردة. أمير كرارة بيحلف إن هو كان هيقع، ولقى حد بيمسكه وبيبصوا لقى قدامهم باب مستشفى. راح دخل المستشفى وخد الإسعافات الأولية وخرج. ولما روح البيت حكى لأخوه الكبير إيه اللي حصل. أخوه رامي قال له طب تعالى هنروح المكان ده ونشوف إيه اللي جرالك هناك ومين ده اللي اتعرض لك. وفعلا خدوا راحوا، وقال له أنا اتخبطت في الحتة دي ودخلت في المستشفى دي. ولما بصوا على المكان اللي هو شاور فيه ما لقاش مستشفى، لقاها بوابة المشرحة القديمة، لقاها كلها كتل عنكبوت وخشب، بان عليها إن هي مهجورة. وهنا أمير كرارة استغرب، مين اللي دخلني ومين اللي عالجني، والباب اللي أنا دخلته كان باب إيه؟ امال انت دخلت ازاي؟ قولي لي انت بقى دخلت ازاي؟ هي بتعمل كده أوه. والله العظيم ما من غير حسيتش. ايد من غير حاجه؟ لا في خيال رافع حاجه نازل على دماغي من ورا، لولا ان انا بس شفت رحت عملت كده، راحت جايه في دماغي. قالوا لي ان هو عفريت بعد كده، لانه اتضربت في شارع غريب جدا، واتضربت في شاكوش، حتى بصي عامله ازاي. والله ده لسه لغايه دلوقتي. اصحى. اللي قبله قصص زي ديت هيصدق، واللي ما قبلوش رب ما قبله.